يا مساء الفل. اتأخرت عليكم شوية بس رجعت لكم بكيكة هايلة جدا. مكوناتها بسيطة ومكونها الأساسي موجود الفترة دي في السوق، وده الموسم بتاعه اللي هو البلح الأسود. هنعمل الكيكة بطريقة عادية خالص. هنحط 3 بيضات أو 4 زي ما انتوا حابين. ده بيض أحمر استخدمته، وهنحط عليهم طبعا كيسين فانيليا. خلوا بالكم عشان في فانيليا بالبرتقال موجودة في السوق. انا دي بتخلي طعم الكيكه برتقان، فمش هينفع برتقان مع بلح. فدي فانيليا عاديه خالص بالسكر. وهنضيف على حسب احنا هنعمل. انا المفروض هعمل كوبايتين دقيق، فكوبايتين الدقيق بياخدوا كوبايه سكر. لو عايزين سكر اقل ممكن تضيفوا سكر كوبايه الا ربع. انا هنا حطيت سكر، بس السكر كان يعني حبيباته تخينه فهيدوخني بقى في ان هو يدوب، فهغيره واحط سكر حبيباته اصغر بكتير من الاولين، بحيث ان هو يدوب بسرعه. لان زي ما قلنا قبل كده لو السكر ما دبش بيطلع على وش الكيك وبيبقى بيقرقش كده وقت الاكل. تمام كده. مضرب بيض من عندنا، وبكل بساطه كده هنضرب البيض. ولو ما فيش مضرب بيض ممكن مضرب عادي، بس هياخد بقى يعني وقت شويه على ما ندوب السكر مع البيض. هنا انا ضربت البيض اللي هو بدرجة حرارة الغرفة ونزلت عليه بكوباية السكر. هبتدي اضرب تاني في البيض والسكر لحد ما احس ان انا الخليط لونه فتح. معنى ان هو فتح كده انه الاتنين تجانسوا مع بعض. ضفت شوية لبن كمان عشان السكر يدوب خالص. وابتديت بقى اجيب البلح الاسود. بدأت بقى اقشره كده. هقشره بلحية بلحية، يعني حاجة متعبة شوية، بس عملتها على طول. دول حوالي ربع كيلو او اقل من البلح. هقشره وهشيل منه البذر، وهبتدي ان انا اقسمه جزئين. جزء هقطعه قطع صغيرة او متوسطة، وجزء هقطعه نصين، يعني كل بلحية نصين. القطع الصغيرة هدخلها جوه الخليط، والنصين دول هحطهم على وش الكيك. تمام كده. لما الكيك بقى يستوي هتلاقوا البلح ده عامل زي الزبدة جوه الكيكة، مش هتحسوا بيه او اي حاجة. تمام كده. هنا انا قشرت اهو كمية البلح، وهبتدي بقى ان انا ازود الدقيق على الخليط. هحط كوبايتين. انا طبعا الكوباية التانية ما عيرتهاش، بس هو من نظر كده كوباية. وبالمصفى زي ما اتعودنا في الكيك بننخل الدقيق احتياطي يكون في حاجة او يكون في كلاكيع او ايا كان يعني، وكمان عشان يكون هش كده وقت الخفق يعني. فكده احنا ضفنا كوبايتين دقيق عليهم كوباية سكر. عايزين سكر اقل هتضيفوا كوباية الا ربع سكر. هبتدي بقى انخل كوباية الدقيق التانية دي، ومعايا كيس من كيك شيف. انا ابتديت ما احطش الكيس كله، لان انا قريت ان هو الكيس بيتحط على الثلاث كوبايات دقيق. الكيس كامل بيتحط على 3 كوبايات دقيق، فبما ان انا عامله كوبايتين حطيت كيس الا ربع. تمام كده، يعني 3/4 الكيس حطيته. هبتدي بقى اقلب كده بالسباتولا بس عشان اشيل لو في حاجه في الجوانب، وادخل الخليط مع بعضه كده اهو. وهعيد عليه تاني بالمضرب الكهربائي. برضو لو في مضرب عادي تمام، بس هياخد شويه جهد اكتر. هضربه بقى بالمضرب كده لحد ما يبقى عامل زي الكريمه كده، بس هو مش هياخد وقت خالص، يعني هو ممكن تقريبا 2-3 دقايق. وهيبقى بقى بالمنظر اللي هنشوفه دلوقتي ده، عشان الدقيق ما يكونش مكلكع او اي حاجه في الخليط. بعد ما ضربته كده هبتدي بقى ان انا ازود رشه ملح صغيره خالص، وهبتدي ازود بقى الزيت. دي الماده الدهنيه اللي هنضيفها. انا بضيف الحقيقه في الكيك زيت، مش بضيف سمنه. كوبايتين دقيق يعني هياخدوا لهم اقل من نص كوبايه زيت. طبعا الكوبايه اللي بنعاير بيها كل الحاجه بتكون نفس الكوبايه، مش بنغير. اللي عايرت بيها الدقيق والسكر والزيت هي نفس الكوبايه. هضرب بقى الخليط كده تاني بعد ما ضفت الزيت. هيبقى خليط كده مش تقيل قوي ومش خفيف قوي اهو، ده شكله اهو. وهبتدي بقى ان انا اضيف البلح اللي انا قطعته.
اللي هو قطعته لقطع متوسطة مش الانصاص. والله عايزين تعملوه انصاص تمام، وفي ناس اعرفها بتحط البلحة كاملة برضو عادي، بس بتشيل طبعا القشر والبذر. ده تمام وده تمام. دي صينية بقى اللي هدخل فيها الكيك الفرن. انا الحقيقة ما عنديش قالب، فبدخل في صينية عادية يعني. بنبطنها بس الاول برشة زيت وعليها رشة دقيق، ونبدأ نحركها في كل الاتجاهات عشان اعمل ايه ارضية لصينية الكيك. هسخن الفرن بقى على درجة حرارة متوسطة، احط الرف في النص، وهبتدي بقى ايه استعد ان انا ادخل الكيك. طبعا بسخن الفرن من قبل ما احط الكيك فيه بحوالي 10 دقايق مش اكتر. هضيف بقى اهو البلح عادي خالص على الخليط، وهقلبه كده اهو تقليبه بحيث ان هو يعني يتداخل في بعضه. والخليط ده بقى كله هنزل بيه في الصينيه او القالب اللي هيدخل الفرن، وهبتدي بقى ارص البلح اللي انا قطعته انصاص فوق الصينيه. انا زودت بس شويه لبن لان انا حسيت الخليط ايه كان تقيل بزياده، فزودت شويه لبن صغيره. اللبن ده طبعا ساقع من التلاجة، مش متسخن ولا معمول فيه اي حاجه. تمام كده. بعد التقليبه دي هبتدي بقى اضيفهم للقالب وادخلهم الفرن. بس هضيف قبل ما ادخلهم الفرن البلح المتقطع انصاص على الوش. كده تمام، انا ضفتهم في الصينيه، وهضيف بقى البلح واحده واحده كده ايه على الوش. هو طبعا بينزل تحت في العجين الكيك، مش بيفضل فوق الوش كده، بس يعني اهو لمسه برضو جماليه. هنضيفه اي شكل بقى، يعني عايزين برضو ما تعملوش الخطوه دي عادي وتضيفوا البلح كله في العجين تمام. بعد ما اخلص بقى رص البلح هدخلها الفرن، وطبعا مش بنفتح عليها خالص في الاول. يعني ممكن نسيبها ربع ساعة كده تقب بس، وبعد كده ممكن نفتح سنة صغيرة من الفرن ونتابعها. اول ما من الحروف تاخد لون نعرف ان هي كده تمام استوت من تحت، نبدأ ان احنا نشغل الشواية عليها، او لو الفرن بيشتغل من تحت وفوق كده هيسهل عليكم كتير. دي رشة قرفة كده اختياري في الاخر، مش كتير عشان ما تديش طعم لاذع او حاجة. وده شكل الصينية في الاخر. طبعا اللي احنا حطيناه على الوش اختفى، بس هو دخل جوه العجين. وطبعا البلح في الكيكة دي بيبقى عامل زي الزبدة. هبتدي بقى اقلبها واقطعها بقى قطع زي ما انا عايزة. جربوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم، وتنفع الافطار او سناك وقت المدارس. وتنفع كمان لو رايحين مصيف او مسافرين في اي مكان. اكلة مغذية وان شاء الله يعني تعجبكم. جربوها. لو عجبكم الفيديو متنسوش تسيبولي لايك، ولو حابين تشتركوا في القناة ده شيء يسعدني جدا. شكرا لكم.